في الحلقات اللي فاتت كنا بنتعامل مع ريكويستس وريسبونسز بشكل مباشر، لكن السؤال المهم ايه اللي ممكن يحصل لو انت نسيت تحفظ ريكويست مهمه كنت شغال عليها وعايز ترجع لطلب حصل مثلا من 5 دقايق وانت شغال. هنا بيظهر دور تبويب مهم جدا في البيرب سويت وهو تبويب ال HTTP هيستوري. ال HTTP هيستوري ببساطه هو عباره عن سجل او ارشيف لكل الطلبات والردود اللي حصلت، يعني بيسجل تقريبا كل الطلبات والردود اللي حصلت من خلال البيرب سويت اثناء التصفح. طيب خلينا نجرب ده بشكل عملي. دلوقتي انا فتحت المتصفح وبدات ادخل على بعض الصفحات في الموقع ده، تمام. بعد كده دلوقتي هنرجع للبريف سويت مع بعض سوا ونفتح تبويب البروكسي وبعد كده نفتح ال HTTP هيستوري، تمام. هتلاقي قائمه كبيره بدات تظهر قدامنا. القائمه دي عباره عن الطلبات اللي المتصفح بعتها وكل صف بيمثل ريكويست مختلفه. ولو بصينا هنا هنلاقي معلومات مهمه زي نوع الطلب سواء كان جيت او بوست، والرابط المطلوب اللي كنا عايزين نوصل له، وحاله الاستجابه بتاعت الطلب، وحجم البيانات. لو ضغطنا على اي ريكويست من دول هتظهر لنا التفاصيل بتاعته تحت بالمنظر ده. زي ما انت شايف كده في جزء خاص بالريكويست وجزء خاص بالريسبونس، يعني تقدر تشوف بالظبط ايه اللي المتصفح بعته وايه اللي السيرفر رجعه. ودي ميزه قويه جدا لانك مش محتاج توقف الطلب باستخدام الانترسبت كل مره، حتى لو الطلب عدى بالفعل تقدر ترجعه من ال HTTP هيستوري. كمان لو لقيت ريكويست مهمه تقدر تضغط عليها كليك يمين وتحولها مثلا للانترودر او الريبيتر وتكمل شغل عليها. يعني ال HTTP هيستوري مش مجرد سجل، دي نقطه انطلاق لاي تحليل ممكن تعمله بعد كده. وعشان كده اغلب البنتريشن تيستر بيفتحوا ال HTTP هيستوري كتير جدا وهم شغالين. خلينا اتخيل كده مثال بسيط. تخيل كده انك سجلت دخول لموقع ما والطلب عدى بسرعه وانت ما شفتوش. بدل ما تعيد العمليه كلها من الاول هترجع لل HTTP هيستوري وتدور على الطلب التسجيل الدخول اللي انت عملته وتفتحه وتحلله زي ما انت عايز. يعني الخلاصه ال HTTP هيستوري هي المكان اللي البيرب سويت بتحتفظ بيه بكل الطلبات والردود اللي حصلت اثناء التصفح، ومن خلالها تقدر تراجع اي ريكويست او ريسبونس وتبحث عن اي طلب مهم وتبعتها لاي ادوات تانية داخل البيرب سويت بكل سهوله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو لايك عشان تكمل معانا رحله تعلم اداه البيرب سويت.